بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم اصدقائي. قاعد تتفرج على تلفزيونك في امان الله وفجأة هوب بقت شاشة سودة ولا صوت ولا صورة ماتت. تابع معايا الفيديو دوت عشان نتعرف على احد الاسباب، لان الاسباب كتيرة جدا. تابع معايا. معانا شاشة بريفكس ملهاش اي موديل، مشكلتها انها جاية فاصلة باور زي ما احنا شايفين كده. فيشة اهي واصلة تمام، ولا يوجد باور نهائي. خلي البوردة بره وناخدها على البنك ونشوف ايه اللي في المشكلة اللي فيها، ما هو نحاول كده ربنا ييسر الحال نصلحها. تابعوا معايا. توكلنا على الله، وصلنا كهربتنا والدنيا عندنا زي ما احنا عارفين كده ميتة. اول حاجة هنخش عليها المكثف الكبير، هنيجي نقيس عليه نشوف موجود عليه جهد كام. هنلاقي عليه 300 فولت اهي تمام. يبقى كده جزء الباور عندي ما فيهوش مشكله. هخش على الخارج بتاع الباور، ال 12 خارجه، الخمسه مفيش تمام. فبالتالي مفيش اي جهود تانية خالص. وادي جهد الباك لايت 36. فكده انا عندي ال 12 تمام، الخمسه مفيش. طيب انا عايز اعرف بقى قبل ما اوجع قلبي في البورده دي، هل هي فعلا شغاله اكمل فيها شغل ولا هي كده ميته هرميها؟ ابسط حل هستخدم طبعا الباور سبلاي، وهعمل الاتي. هجيب الفلكس الجميل بتاعنا وهرفع الملف بتاع الخمسة فولت. ملف الخمسة فولت نفسه هرفعه، مش عايزه، عشان هقول لك على حاجة دلوقتي هنعملها نتأكد بيها إذا كان البوردة شغالة وهتنفع أكمل فيها ولا أرميها مبدئيا كده بسرعة ونعرف مشكلتنا فين. كده أنا شلت الملف بتاع الخمسة فولت. هجيب الباور سبلاي بتاعي وانا ظابطه على 5 فولت، وهعوض مكان الملف او مكان الاي سي. ادي الار دي وادي البريسات. عندنا هنا رجلين بتوع الملف، الرجل دي متصله بالاي سي نفسه، والرجل دي خارج الاي سي اللي مخرج بيغذي بقيه المنظمات الجهد. واحنا كنا عاملين فيديوهات مفصصين المسارات بتاعه البرد التلاتة في واحد دي بالكامل. فهاجي هنا على الخارج ده كده وادخل 5 فولت بتاعتي. خد بالك انا حاطط الكهرباء، خد بالك انا حاطط الكهرباء. وهاجي هنا ادوس على البريس، قلبت معايا ازرق والبورده قامت. طب تمام، سؤال لولبي، هل لو انا شلت الكهرباء اهي وعملت الحركه دي البورده هتقوم كمين بورد؟ تعال نشوف. انا موصل ارضي، هوصل كهرباء 5 فولت. خد بالك الباور متشال اهو، عنديش كهرباء، انا موصل 5 فولت كده. لمبه حمراء اهي، هدوس اون. لمبه زرقاء يعني البورده قامت. طب ايه ازاي بقى الكلام ده؟ بص يا باشا، انا اولا كده خلاص البورده كمين بورد انا عندي مظبوطه تمام، ما عنديش مشكله فيها. كده هصلحها وانا قلبي جامد. طب ازاي لما شلت الباور البورده قامت؟ هقول لك ارجع للفيديوهات بتاعه تتبع المسارات والجهود على المين بورد او على البورد التلاتة في واحد. هتلاقي ان الخمسة فولت ديت هي الجوكر. 5 فولت هي اللي بتغذي الواحد واتنين، 5 فولت هي اللي بتغذي التلاتة وتلاتة والواحد وتمانية.
5 فولت بعد التلاتة وتلاتة بتروح للفلاشة تروح للبروسيسور. الخمسة فولت بتطلع لي الواحد وتمانية من منظم تاني يشغل البروسيسور. الخمسة فولت بتطلع لي الواحد واتنين من منظم ويشغل البروسيسور. الخمسة فولت بتشغل اليو اس بي. الخمسة فولت او التلاتة وتلاتة هيشغلوا الاتش دي وهيشغلوا البريسات. يعني الخمسة فولت بتاعتي هي الجوكر من الاخر. تمام. فانا كده طالما غذيت الخمسة فولت والمين بورد بتاعي قام، انا هشتغل تمام زي الفل. اركن ده على كده، انا جنب، انا مش عايز. تمام. الخمسة فولت ايه اللي مانعها تقوم بقى؟ هرجع للافو بتاعنا وهجيب وضع الصفارة. احنا قلنا ان الرجل دي الخارج من الملف. طب الرجل التانية هي الخارج من الاي سي بتاع منظم الجهد عشان يعدي من خلال الملف ويطلع يغذي. هل هي شورت مع الارضي؟ مش شورت مع الارضي. جميل. بس الاي سي بتاعي تالف، مش شورت مع الارضي. طب انت قلت لي قست ليه الخارج بتاع الخمسة فولت ان هو شورت مع الارضي ولا لا؟ هقول لك لان لو اليو اس بي من جوه مكسور وفي ريشه ملمسه في الارضي هتعمل معايا شورت على الخمسة فولت، هتكتمها، هتموت البورده. ركز في الكلام عشان في فنيين مبتدئين كتير بيقعوا في المشاكل دي. تمام كده. فاصبحت انا عندي هنا المين بورد شغاله واديني اتاكدت بنفسي. جميل. تعالى بقى نشيل الاي سي اللي ملوش لازمه ده اللي بايظ، اللي هو منظم الجهد ده اللي بيخرج الخمسة فولت او المسؤول عن اخراج الخمسة فولت. وهقول لك انا اعوضه بايه لان الاي سي نفسه مش عندي. هي دي الاي سي بتاع الخمسة فولت، خلاص مش عايزين. هنشغل مكانه بايه؟ بالكارتة الجميلة اللي هي كارتة الستيب داون دي. احنا طبعا شرحناها قبل كده برضو في فيديوهات. هديها 12 من الجنب ده وهخرج 5 من الجنب ده. طب هديها 12 منين؟ يا اما من على الدايد نفسه بتاع الخارج، يا اما من على مكثف الخارج بتاع ال 12. هاجي هنا كده من عند دايد الخارج ده كده وهعمل بنطة لحام جميلة كده اهو. عشان اخد منها ال 12. يا اما هقول لك هريحك انا عندي السوكت ده واصل بال 12 فولت اهو، ارضي وكهرباء. بص كده على وضع الصفارة، خارج ال 12 واصل على رجل اهي، والارضي واصل على الرجل التانية. انا هاخد ال 12 من على السوكت ده، هقلب كده واخد ال 12 من على السوكت ده، او من على يا سيدي عشان السوكت مكانه ضيق وانا بصراحة مش عايز ارفع. هناخد من على المكثف بتاع ال 12. ادي مكثف ال 12 اهو، وادي الارضي. عشان بس مش عايز احل حتة العازل دي، فانا هاخد من هنا اهو من على المكثف بتاع ال 12. هاخد ال 12، ادي الموجب،
وادي السالب. وبعدين هظبط الستيب داون دي على 5 فولت. احط كده ال 12 الباور. بص لما انا نورت ال 12 طلعت لي هنا الليد الازرق ده، معناه ان هي واخده ال 12. تعال نقيس كده. واخده ال 12 اهي. اتاكد ان انا ظابط الخارج بتاعها على 5. طلعها معايا 4.98 يعني ال5. بظبطها طبعا عن طريق البوتنشيميتر دوت، واحنا كنا شارحين الكلام ده قبل كده. شيل الفيشه. هاخد بقى ال5 فولت دي احطها على رجل الخارج بتاعت الملف بالشكل ده. كده انا وصلت 5 فولت للبوردة. مفروض ان البوردة تقوم. اوصل باور. البوردة لمبة حمراء. هشوف كده بقية الجهود طلعت ولا ما طلعتش. طبعا ادي ال5، ادي ال1 و1، ادي ال3 و3. مفيش 1 و8، يبقى كده تمام. لمبة حمراء. هدي اون. بقت لمبة زرقاء، المفروض ان قامت، والاقي هنا ال1 و8. 1 و8 طلعت. كده البوردة بتاعتي تمام، اتصلحت. اروح اركبها على الشاشة وهنكمل مع بعض. لو في حاجة تانية تابعوا معايا. قفلنا البوردة تمام. ثبتنا هنا الستيب داون بمسمار، والباك لايت قايم، الشاشة فاتحة. تعال نشوف. بسم الله. زي الفل، مفيش مشاكل، الدنيا تمام. اتمنى تكون المعلومة وصلت، وما تنسوناش من دعوة بظهر الغيب. شرفتوني.